تعرفش فرق الشركات في الدوري المصري بتعمل ايه؟ اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا. النهارده كانت مباراه انبي والاهلي في نص نهائي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، وكده الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه في انتظار الفائز من مباراه الزمالك وبيراميدز. فرق الشركات وجودها في الدوري غير صحي على الاطلاق، وان الفرق دي ما بتأديش حتى كوره كويسه، يعني كل هدفهم ان هم التمثيل المشرف واخر السيزون يبيعوا لعيب او اتنين وهكذا وتستمر العجله. ده ياخدنا مباراه النهارده اللي كانت بين الاهلي ونادي انبي. النادي الاهلي مسيطر على المباراه تماما في الشوط الاول، مفيش هجمه حصلت لنادي انبي طوال الشوط الاول، ولكن النادي الاهلي قدر يجيب هدف يخلص بيه الشوط الاولاني، وفي بدايه الشوط الثاني النادي الاهلي احرز الهدف الثاني. من بعد الهدف الثاني ما جه بدانا نشوف انبي بيقدم كوره هجوميه وضيع اكتر من كوره كان ممكن يجيبها اجوان، لكن النادي الاهلي قدر يجيب الهدف الثالث وخلصت المباراه 3. فانا عاوز اقول ان لو كان النادي الاهلي بيلعب فريق زي مثلا المصري، الاتحاد، المحله، الاسماعيليه، كنت هتلاقي الماتش من بدايته فيه صعوبه، وفي كل جماهير بتحمس لاعبتها انها تقدم افضل ما عندها وتجيب هدف واثنين وثلاثه. كل من بعد الهدف مباشره هتلاقي الجماهير عماله تشجع لاعبتها وبتحمسهم عشان يقدروا يقدروا يجيبوا هدف التعادل ويجيبوا هدف الفوز. لكن اللي احنا شفناه غير كده. فريق انبي جه في الهدف الاول الشوط الاولاني ما كانش فيه اي تردد فعل من اللعيبه، ولا حتى في الشوط الثاني لحد ما جه فيهم الهدف الثاني بدا نادي انبي يتحرك في الوقت ده. الفرق الشركات في الدوري المصري ليس لها وجود وعبء على الكره المصريه. كل انديه الشركات امام الفرق الجماهيريه بتعمل نفس الطريقه، ومع بعض بقى بيبقى يعني ملل ما بعده ملل. يعني ليه فرقه انبي او كل فرق الشركات عموما ما بتنزلش تلعب كره هجوميه؟ انت حتى لو خسرت 1 2 3 4 5 6 7، يعني لو خسرت 10 ولا حد هيحس اصلا ان انت خسرت 10.